السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة نادية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير مربى التين. غادي نعطيكم جميع الاسرار اللي كتخلي هذا المربى يجي ناجح 100%، وكذلك غادي نشارك معكم طريقة الاحتفاظ به لمدة طويلة. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه لاول مره، ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب وزر الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. وندوزو باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي نبدا ان شاء الله في تحضير هاد الكونفيتور. كيف ما كتشوفوا راه عندي باكور طايب معسل. هذا باكور ماشي الكرموس. عندي هنا 2 كيلو ديال الباكور، ونفس الطريقة كتبعوها في تحضير الكرموس، يعني اللي توفر عندكم. المهم هذا راه باكور ماشي كرموس. كيف ما كتشوفوا انا كنقطع كل وحده هكا على 4، وكنقلبها مزيان من الداخل. الا تكون خاسره او لا تكون فيها شي حاجه كنحيدوها. كيف ما كتشوفوا معايا كل باكوره كنحلها مزيان. هذه راه خاسره غادي نحيدها صافي. نكمل بنفس الطريقه. كنحيد غير هذاك الجزء اللي كيكون الفوق، كيكون الراس ديالها كيكون شويه قاصح، كنحيدو. ومن بعد كنقطعها هكا على 4 صافي حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. كيف ما كتشوفوا تبارك الله. هذا الباكور الكحل تبارك الله طايبه ومعسله. عندي غير شي 3 ديال الحبات هما اللي بقاو. حتى الا كان عندكم الباكور ما طايبش مزيان حتى هو تقدروا تستعملوه كونفيتور، راه كيطيب مع العافيه. كيف ما كتشوفوا انا كملت قطعت الكميه اللي عندي كامله. الان غادي نضيف السكر. 500 غرام ديال السكر سنيده فقط هي اللي غادي نضيف لهاد. هي اللي ضفت لهاد 2 كيلو ديال الباكور. كيف ما كتشوفوا راه الكميه ديال السكر قليله، ولكن راه جا مزيان في المذاق، ما كيجيش حلو بزاف، كيجي المذاق رائع. بالنسبه للناس اللي كيبغيو المربى يكون حلو بزاف تقدروا تستعملوا حتى كيلو ولا اكثر ديال السكر سنيده. كيف ما كتشوفوا راه كنحرك مزيان هاد السكر حتى كيذوب في هاد، كيبدا يذوب في هاد الباكور. وكنغطيه ونخليه واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه. كيزيد يذوب السكر مزيان، عاد من بعد كنوضعو مباشره يطيب. ودائما كنحضروا الكونفيتور على عافيه مهيله، يطيب على عافيه مهيله، لان الكونفيتور كيكون فيه السكر يعني راه بسرعه كيقدر يتحرق. كنحضروه في الاناء يكون شويه ثقيل، يعني تحاولوا ما تحضروش المربى في شي اناء اللي يكون خفيف ودغيا كيتحرق. يعني الاناء يكون ثقيل. يعني تقدروا تستعملوا حتى الكوكوط او لا طنجره الضغط. كيف ما شفتوا انا راه ضفت الحامض، عصير ديال الحامضه تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الحامض. يعني هذا الحامض كيعطيه واحد المذاق رائع، وفي نفس الوقت ما كيخليش المربى يتحجر ويقصح مع الطياب. تيبقى واخا كيطيب وكينشف من الماء تيبقى القوام ديالو مزيان. الان من بعد ما بدا كيغلى غلي هاد الكونفيتير، كنحيد هاد الرغوه اللي كتكون. كيف ما كتشوفوا يعني ضروري ما نحيدوها، لان هاد الرغوه الا بقات كتكون سبب بان هاد الكونفيتور كيتخسر دغيا وما كيصبرش لمده طويله. وماشي غير الكونفيتور ديال هاد الباكور، يعني جميع الانواع ديال الكونفيتور اللي كتكونوا كتحضروا، جميع انواع المربى. كيف ما بغات تكون الفاكهه ضروري ما تحيدوا لها هاد الرغوه اللي كتكون في الاول، تتحيدوها وكتخليوه كيطيب عادي. وكل مره كنحركو المربى، يعني ما نغفلوش عليه، مره مره نحركوه. كنحركو القاع ديال الطنجره مزيان لانه دغيا كيتلصق. راه كتعرفوا الكونفيتير كيكون فيه السكر دغيا كيلصق. مره مره نحركوه. كنغطيه ونخليه يطيب على عافيه مهيله. بالنسبه لهاد الكرموس عفوا الباكور اللي استعملت انا راه كان طايب ومعسل، ما احتاجش مده طويله.
كيف ما كتشوفوا راه بدا كيطيب. خاصو غير ينشف مزيان من الماء اللي كيطلق. يعني انا ما ضفتلوش الماء نهائيا، غير الماء اللي طلق هويا مع السكر. صافي كنغطيه وكنخليه من جديد يرجع يطيب على عافيه مهيله دائما. والان ها هو كيف ما كتشوفوا راه طاب. خاصو غير يزيد ينشف مزيان من الماء. كيف ما كتشوفوا راه طاب وطاب مزيان. بقاو شي حبات هكا صحاح انا كيعجبوني يبقاو. بالنسبه لكم الا استعملتوا الباكور ولا الكرموس اللي كيكون شويه قاصح وما بغاش يطيب دغيا، انا كتقدروا تطحنوه باي اله كهربائيه توفرت عندكم، اولا حتى في ديك الطاحونه اليدويه ديال المطيشه حتى هي كطحنوا مزيان. بالنسبه لي راه طاب بسرعه وخليته كينشف مزيان هكا. عريت الطنجره حيدت الغطا ديالها خليته كينشف مزيان. يعني هذا سر من اسرار اللي كتخلي المربى يبقى مده طويله وما يتخسرش. خاصو ينشف مزيان من الماء. يعني ضروري نقصوا العافيه ونخليوه كينشف مزيان. من بعد كان مباشره وهو سخون، يعني غير كنحيدوه من فوق البوطه اولا من فوق العافيه، كنوضعوه مباشره هكا في القريعات ديال الزاج. يعني كيكونوا عندنا مغسولين منشفين مهويين وكنكونوا موجدينهم مباشره وهو سخون كنوضعوه. هذه هي الطريقه اللي غادي نوريكم، هي اللي كتعقم هاد المربى وكتخليه يصبر معكم ويبقى مده ديال عام. كيف ما كتشوفوا راه كنمسحوه ضروري الا تقاصوا الجناب وكنسد مزيان الغطايه. يعني ضروري القريعات اللي نستعملوا يكونوا كيتسدوا مزيان. ومن بعد كنقلبوا القرعه على الغطايه ديالها، كنحطوها على هاد الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا ونخليوها حتى تتبرد. كنخليوها على هاد الشكل حتى كيبرد المربى مزيان. عاد كيمكننا نعاود نقلبوها ونحطوها عاديه. وهاد الطريقه كيمكن لكم تعتمدوها في جميع الانواع ديال المربى اللي كتحضروا في المنزل. يعني وهو مازال سخون، يعني باش كيكون المربى مازال سخون يلا حيدناه من العافيه. كنوضعوه هكا في القراعي اللي يكونوا حتى هما معقمين ممسوحين صافي ويكونوا كيتسدوا مزيان. وكنقلبوهم هكا على الغطايه، كنحطوهم على الغطايه ديالهم حتى كيبردوا مزيان. عاد من بعد يمكننا نحتفظوا بهم خارج الثلاجه اولا نوضعوهم في الثلاجه. راه ما كيتخسرش هذا المربى وكيبقى معكم حتى عام ما يوقع له والو. وهذا هو الشكل ديال المربى اللي حضرت معكم. كنتمنى الوصفه تعجبكم وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب باش كتعم الفائده. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه لاول مره، ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب وزر الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. وبصحه وراحه والى وصفه قادمه ان شاء الله.